أفضل وأسرع وأنجح وآمن دواء لإنهاء المشاكل والحساسيات داخل البيت هي الكلمة الطيبة. تنهي المشاكل والنكد والضغوطات والشكاوي والهجر وما يترتب عليها أحيانا من خيانات وفراق وشتات، تنهى بالكلمة. والكلمة لا تكلفك شيء ولا تتعبك ولا تجهدك، مجرد حروف باللسان. لو تعلمون مدى قيمتها الحالية والمستقبلية تذيب الكره والحقد وتصنع أسرة سعيدة أثرها أعظم من أثر المال والجاه. ولو لم تكن كذلك لما أمر الله بها الناس في القرآن وبأسلوب لطيف جدا. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، مو حسن، أحسن. ولا أدري لماذا بعض الأزواج تنعقد ألسنتهم في البيت. تسلم عيونك، يا حظ فيك، ما أجمل البيت بوجودك، يا نور عيني، يا رفيقة العمر، يا جنة الدنيا، وغيرها من الكلمات. وإيش راح تخسر لو قلت هالعبارات لزوجتك؟ يا رجل افهم، استوعب، أكثر النساء ما تبي منك غير الكلمة الطيبة. يا أخي أنت المستفيد في كل الحالات. إن شئت أجر فالكلمة الطيبة صدقة، وأعظم الصدقة صدقة على أهلك. وإن شئت فائدة دنيوية فالكلمة الطيبة تعدل مزاج المرأة 180 درجة وتزيد من إتقانها للعمل، وينعكس ذلك إيجابا على تربية ولدك، زيادة الاهتمام بنفسها وبك وبالبيت. يا أخي امدح، أشكر. حتى لو تبي تنتقد زوجتك اسبق هذا الانتقاد بمدح، ثم انتقد، ثم اختمه بمدح. مثال: زاد عليها الملح في الطعام اليوم، قول الطعام ما ينذاق إلا من يديك، وكل يوم ألم. الملح اليوم كأنه زايد شوي، لكن أكلك في كل الحالات لا يقاوم. تسلم هاليدين. شفت؟ بإذن الله ما راح تزيد الملح بعدها أبدا. بعضهم يتصدق ويصلي في الصف الأول ويسارع في كثير من الخيرات، مقصر مع أهله. طيب هذه زوجتك، نهر من الحسنات في بيتك، امدح، اشكر، اثني. أعظم الخير الإحسان للزوجة، خيركم خيركم لأهله. يا أخي تريد مرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في الجنة؟ أحسن خلقك مع زوجتك، ولن يتأتى ذلك إلا عن طريق اللسان. المدح، كم من الأخطاء عولجت بالمدح. جربوا، هذه دراسات وحالات، مو كلامي. يا أخي أنت تتعامل مع بشر، إنسانة لها قلب ومشاعر، مو حديد. الزوجة هي السكن، هي الاستقرار، هي المأوى، هي الدفء، هي الحنان. امدح شكلها، لبسها، أكلها، بيتها، تنظيمها، كلامها، نادها بأحب الألقاب إليها. يا عائش، هكذا يقول نبيك صلى الله عليه وسلم، وينادي أمنا عائشة ويصرح بحبه لها أمام الصحابة. فلا تبخلوا بالكلام الطيب لزوجاتكم، أنتم المستفيدون، والله أنتم المستفيدون. وبقدر ما تتصدق من هذا اللسان بقدر ما تمدح راح تشوف الأثر الجميل في بيتك. ها أنا أقولها، الحل بلسانك، حل كثير من المشاكل بلسانك، فلا تبحث عنه في مكان آخر.